إخواني أخواتي، أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم مرآة البحر الأندلسية. اليوم كما كتشوفوا غادي نشارك معكم واحد سكسو ديال الناس زمان، سكسو بالخضرة الجافة أو الخضرة المجففة وبالكرداس. صراحة واحد سكسو جا غزال بزاف ومذاق لا يقاوم. المهم نخليكم مع الفيديو، يعني خديت غير لقطات، ما حطيت الطريقه ديال الكسكسو، لان الكسكسو راه عندي في القناه، عندي شي 3 فيديوهات فيه كسكسو. عندي كسكسو بالكينوا، عندي كسكسو بالحلحال، وعندي كسكسو العادي. وهذا حطيت لكم يعني الفيديو الرابع، هذا كسكسو بالبلبوله وبالكرداس وبالخضر المجففه. كما كتشوفوا هذه هي الخضر المجففه، درناهم في الماء وخليناهم يغلاو شويه، خليناهم حتى فزقوا مزيان وطلقوا. هنا فيه اللفت وفيه الجزر والخيزو وفيه الكرموس، يعني ولا يقران يعني داك الكرموس اللي باقي كيكون خضر. هنا البلبوله من بعد ما فتناها ودرنا لها الماء حتى شربت مزيان. كما قلت لكم، هنا البلبوله من بعد ما غليناها شويه في الماء ودرناها فورت مزيان حتى طابت. هنا الخضره ديالنا ملي طابت مع الكرداس. وهنا حنا كنبداو السكسو ديالنا، حنا كنحطوا الخضره. نتوما شفتوا الخضره من بعد ما طابت، هانتوما كتشوفوا فيها يعني طلقات. خيزو، بالنسبه للخيزو المجفف راه ماشي هو هذا درت واحد 2 طريه، والقرعه حتى هي هذيك طريه، لان هذوك اللي المجففين هما كيبانوا بحال رقاقيق صغير، رقيقه ديال الخضره. وحتى القرعه حتى هي راه كاينه مجففه، يعني الخضر كاين الخيزو المجفف واللفت المجفف والكرموس والقرعه. اذا نتمنى تعجبكم الفكره وتجربوا هاد السكسو هذا اللي صراحه كانوا كيديروه الناس زمان. كيجي كسكسو لذيذ وزوين بهذوك الخضر، ولو انا زدت انا شويه الخضره طريه، ولكن الصراحه جا لذيذ لان كثرت الخضره المجففه اكثر من الخضره الطريه. نتمنى يعجبكم الفيديو، واللي وصلت حتى النهايه يدير جيم ويشارك الفيديو مع صحابه وحبابه. خليت لكم الهنا وراحه البال كما العاده. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.